الصدف بتفتح أبواب محدش يتخيلها، وبتكشف أسرار مدفونة بقالها سنين. السنة 1920، عمال في اسكندرية بينقبوا علشان يصلحوا ماسورة صرف صحي، وفجأة واحد فيهم بيلاقي عظمة. ايه ده يا جدعان؟ دي عظمة بني آدم دي ولا ايه؟ الراجل بيستغرب ويسلمها للشرطة. الشرطة بدورها خدتها وبعتتها للطب الشرعي في القاهرة. الدكتور سيدني سميث الخبير البريطاني اللي كان ماسك وقتها بيبص للعظمة وبيقرر فورا. دي عظمة بني آدم مش حيوان. ومن هنا الحكاية كلها اتفتحت. رجال الأمن رجعوا تاني للإسكندرية وقرروا إن هم يحفروا حوالين المكان، وفعلا بيلاقوا أجزاء عظمية تانية. الأغرب إن الأجزاء دي كلها جاية من بيت قريب من الماسورة. الشرطة بتستدعي الدكتور سيدني بنفسه علشان يفتش البيت. بيت بسيط، حيطان قديمة متشققة، البلاط متشال من الأرض. أول ما ابتدوا يحفروا إن فجأة كانت هيكل عظمي كامل لبنت شابة باين إنها ماتت قريب قوي. وبعد كده جثة ورا التانية ورا التانية ورا التانية، 7 جثث مرصوصين جنب بعض، وبعدهم 7 تانيين، كأنك واقف قدام مقبرة جماعية تحت بيت عادي في حي شعبي. المنظر كان مرعب وخلى الكل يسأل إزاي في بيت وسط الناس دي كلها مدفون فيه 14 جثة. الجثث كلها اتنقلت للطب الشرعي. دكتور سيدني بدأ يشتغل. الجثث دي مش مدفونة من زمان، أقدم جثة مدفونة بقالها 2 سنين، وكل الضحايا ستات أعمارهم من 18 سنة ل 35 سنة، وطريقة القتل واحدة ونفس الطريقة، الخنق. من خلال علامات جسدية معينة كانت موجودة عندهم اتضح إن الستات دي كانوا شغالين في الدعارة المرخصة وقتها. وده كان خيط مهم جدا ساعد الشرطة عشان تقدر تحدد هويتهم. الخيط ده كان مهم ليه؟ لأنه هو فسر ليه ما كانش فيه بلاغات تغيب، لأن الأهالي كانوا ساعات بيتبروا من البنات اللي بيشتغلوا في المجال ده، فما حدش سأل عليهم. بعد ما الشرطة رجعت الملفات قدرت تحدد أسماء الضحايا، وبدأت التحريات توصل لبيت مشبوه ساكن فيه أختين، ريا علي همام وسكينة علي همام. تم القبض عليهم وعلى أزواجهم، ومن هنا ابتدت خيوط الجريمة تتفك. ريا اتولدت 1875، وبعدها سكينة بحوالي 10 سنين. أصلهم من الصعيد بس مش معروف منين بالظبط، بعض الروايات بتقول من أسوان. أبوهم مات، أمهم أخدتهم على كفر الزيات. ريا اتجوزت صغيرة، جوزها مات، وأصابوها تتجوز أخوه الأصغر حسب الله. خلفت منه 5 أطفال، معاش منهم غير بنت واحدة اسمها بديعة. سكينة كانت مختلفة تماما، دخلت عالم الدعارة والخمرة من بدري، واشتغلت في طنطا في بيت دعارة كبير، وهناك اتعرفت على تمرجي اسمه أحمد رجب، حبته واتجوزته وسكنوا في اسكندرية. أما حسب الله فساب شغل القطن ودخل في السرقة واتسجن 6 شهور، ولما خرج كمل برضه في السكة نفسها. ورايا نفسها دخلت السجن 3 شهور مكانه بعد ما لبسها قضية. الحرب العالمية الأولى قامت والدنيا اتشقلبت، الفقر زاد والبطالة والسرقة بقت عادية. سكينة رجعت تشتغل تاني في الدعارة عشان تعيش، وجوزها ما كانش لاقي شغل. وبعد شوية قابلت عبد العال، حبيته وعاشت معاه، وبعد كده اتجوزوا رسمي. 4 دول، ريا، سكينة، حسب الله، وعبد العال، قرروا إن هم يفتحوا بيت دعارة. الأوضاع الاقتصادية كانت صعبة وقتها، والستات اللي في المجال دول كانوا بيحوشوا فلوسهم في ذهب.
رايا بدأت تتضايق، ليه غيرها معاهم دهب وهي لأ؟ وهنا طلعت بالفكرة إن هي تستدرج الستات وتسرق دهبهم، ولو لزم الأمر يقتلوهم. أول ضحية كان اسمها خضرة، حاولوا يسرقوها وفشلوا، قرروا إن هم يقتلوها، ومن هنا الضحايا توالي. الخطة كانت ثابتة، بيشربوا الضحية خمرة قوية أو منوم، والرجالة بيكتفوهم، واحد منهم بيخنقها بمنديل مبلول ويدفنوها في البيت عريانة بعد ما يسرقوا ذهبها ولبسهم. رايا وسكينة ما كانوش بيقتلوا بإيديهم، لكن كان ليهم دور أهم من كده، إن هم يستدرجوا الضحايا ويبيعوا الذهب كمان. القضية كلها كانت بتتأيد ضد مجهول لحد ما اتقبض على سفاح طنطا محمود علام. الناس افتكرت إن هو اللي بيعمل الجرائم اللي في اسكندرية، وده اللي خلى رايا وسكينة مكملين عادي من غير خوف. لكن بعد اكتشاف العظم ومع تقرير الدكتور سيدني، الشرطة بدأت تجمع كل الخيوط. اتأكدوا إن الجريمة اللي جوه بيت رايا وسكينة مش تبع محمود علام. وفي سنة 1921 صدر الحكم بالإعدام على رايا وسكينة وأزواجهم حسب الله وعبد العال وصاحبهم عرابي. والأول مرة في تاريخ مصر الحديث ينفذ حكم الإعدام على ستات. الغريب إن وقت التنفيذ محدش فيهم كان ندمان. سكينة كانت بتضحك وبتقول أنا ست قوية ما يهزنيش الموت، وعبد العال كان شايف نفسه البطل، بيقول أنا خلصت مصر من العاهرات. لكن الحقيقة أنهم كانوا من أخطر القتلة المتسلسلين في تاريخ مصر. قتلوا بدم بارد ودفنوا أسرار ستات كتير تحت أرض بيوتهم. رايا وسكينة اتعدموا، بس الغموض عمره ما اتعدم معاهم. هل كانوا ستات غلابة ضحايا للفقر والظروف، ولا كانوا شياطين بوش بني آدم؟ الناس لحد النهاردة بتتخانق، في اللي شايف إنهم مجرمين قتلة بلا رحمة، وفي اللي بيقول يمكن كانوا ضحايا قسوة زمن محدش رحمه. لكن الحقيقة الوحيدة اللي ما يختلفش عليها اتنين، إن في 14 ست اتخنقوا واتدفنوا بدم بارد، والقدر خبى سرهم تحت بيت عادي لحد ما عظمة صغيرة فضحت كل شيء. يمكن المرة الجاية الصدفة تكشف سر مدفون جنبك انت.